السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض كيك الشاي او الكيك اليومي. هنعمله بطريقه مميزه جدا، سهله وبسيطه وكمان حصريه، مش هتلاقي الطريقه دي غير هنا بس عندي في القناه. اتمنى بجد ان انتوا تجربوها بطريقتي. المشاكل بقى اللي بتقابلك كلها وانتي بتعملي الكيكه ان شاء الله باذن الله هنحلها النهارده في الفيديو. هقولك ازاي تطلع لونها فاتح معاكي كده وبالارتفاع اللي انت شايفاه ده، وكمان ما تعجنش معاكي ويكون سواها مظبوط جدا. هتبقي يا استاذه فعلا في اعمال الكيكه من اول تجربه. اتمنى بجد ان انتوا تجربوها. تنسوش تضغطوا لايك بقى لو اول مره تشرفوني في القناه، تشتركوا معايا وتفعلوا الجرس. ويلا كده نشوف هنعمل الكيكه القمر ديت ازاي عشان تطلع بالشكل الحلو اللي انتوا شايفينه ده. يلا كده نسمي الله. مبدئيا كده اول حاجه، وانت بتعملي اي كيكه لازم تكون كل المقادير بتاعتك بحراره المطبخ. عندي هنا 3 حبات من البيض، وعندي كوبايه ونص من السكر، وعندي هنا الفانيليا. السكر طبعا لازم يكون ابيض، ما يكونش لونه غامق عشان ما يغمقش الكيكه معاكي. تمام. في طبق عميق بقى كده، وهننزل بالبيض وعليه رشه من الفانيليا وكمان عليه السكر. اهم حاجه وانتي بتشتغلي هتستخدمي نفس الكوبايه في المقادير كلها. تمام. انا هنا الكوبايه بتاعتي ساعتها 225 جرام، وهستخدم هنا المضرب اليدوي، مش هستخدم المضرب الكهربائي. طبعا حابه تستخدمي المضرب الكهربائي براحتك، انا بس عايزه اعرفك قد ايه هي سهله وبسيطه ومش بتاخد وقت خالص وانتي بتعمليها. هتخفقيها بقى كويس جدا 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 كانك بتعملي كده كيك اسفنجي. هتدوبي بالسكر مع البيض كويس قوي لحد ما يعمل فوم كده ولونه يفتح ويكون قوامه كريمي. طبعا هنا بياخد وقت اطول، مش بياخد بس بيديكي نفس النتيجه في الاخر، وبيكون بالشكل اللي انت شايفاه ده. لونه فتح واداكي القوام الكريمي، هو ده المطلوب بالظبط. هنحطه بقى كده على جنب ونعمل المرحله التانية او الخطوه التانية. عندي هنا المواد الجافه، عندي هنا كوبايتين من الدقيق. سعة الكوبايه بتاعتي المعياريه 225 جرام. يعني حد هيقولي مش هي دي الكوبايه اللي انت استخدمتيها في الاول، هي نفس المقدار. وعندي هنا بقى المكون السحري، نص كوبايه من النشا، بتخلي الكيكه لونها فاتح جدا وكمان ناعمه جدا. وعندي معلقه كبيره من البيكنج باودر اللي هو الباكت 16 جرام. هنقلبهم كويس جدا بقى كده وهننقلهم على جنب. وعندي المرحله الثالثه لعمايل الكيكه، عندي هنا كوبايه من اللبن. هنزل عليها بقى ب 200 جرام من الزبده. لو انت وهنرفعهم على النار كده يدفوا مع بعض شويه، او اسيح الزبده مع اللبن. لو انت طبعا ما عندكيش زبده تقدري تستخدمي زيت، بس الزبده بتديله نكهه وطعم حلوه جدا للكيكه وبتخلي الكيكه بتاعتك كمان غنيه. اهم حاجه هندفي النار هندفي اللبن على النار شويه. وهنجيب بقى خليط البيض بتاعنا وهننخل المواد الجافه كده بالشكل اللي انت شايفاه ده. ومش هتنخلي الدقيق مره واحده، هتنخلي الدقيق وتقلبي، وبعدين تنخلي شويه دقيق تاني وتقلبي لحد ما تخلصي الكميه كده كلها. وبتقلبي بقى اول ما تخلصي كده كميه الدقيق والدقيق يختفي معاكي من الكيكه، بيكون قوامها تقيل بالشكل اللي انت شايفاه ده. عندي بقى هنا اللبن بعد ما سيحت فيه الزبده. حاولي على قد ما تقدري تخليه دافي، ما يكونش سخن قوي. وهتنزلي بقى على خليط الكيك باللبن مع الزبده. ما تقلقيش خالص بقى، تقلبي كده لحد ما قوامه يتظبط معاكي. هي بتفك كده واحده واحده بالشكل اللي انت شايفاه ده. الموضوع سهل جدا، هي بس شويه خطوات هتمشي عليها هتديكي احلى وانجح كيكه. وكده بدأ قوام الكيك كده يفك معايا وتبقى خفيفه كده، ما تقلقيش القوام هيظبط جدا دلوقتي. لو نسيتي بقى تضغطي لايك، اتمنى بجد ان انت تحطي اللايك عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس وتعملي احلى صينيه كيكه. وبيكون قوام الكيكه بالشكل اللي انت شايفاه ده. وعندي بقى هنا الصينيه مدهونه زبده. طبعا الفرن لازم يكون سخن، قبلها حوالي 10 دقايق هتشغلي الفرن وهتدخليها في الرف اللي في النص. بتاخد حوالي من 30 ل 40 دقيقه، وبالسباتولا كده وبتخرجي الهواء منها. وما تفتحيش عليها الفرن الا بعد 20 دقيقه، وبتكون بالشكل القمر اللي انت شايفاه ده. طبعا بتختبريها وهي في الفرن بالخله. لو طلع فيها لسه عجينه كده او سايله، بتسيبيها شويه كمان في الفرن وما تطلعيهاش على الهواء مباشره. يعني بتفتحي الفرن وبتسيبيها شويه كده في الفرن لحد ما تاخد حراره الجو، وخصوصا لو الجو برد. وكده الكيكه بتاعتي بتكون جاهزه وبتكون حلوه جدا. اتمنى بجد ان انتوا تجربوها. لونها فاتح جدا وارتفاعها ما شاء الله.
واعذروني بقى لو في مشكله في الاضاءه، انا بصراحه شغاله والكهرباء قطعه. كيكه تحفه وسهله ولذيذه ومش بتاخد وقت خالص في عمايلها. هنتظر بقى رايكم في الكومنتات، وتجربوا بقى الكيكه بطريقتي وتكتبولي. اتمنى ان هي تكون عجبتكم، واستنوني في فيديوهات تانية كتيره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.